كمان انا يعني في الحد من هنا لحد 25 يناير انا عندي مطلب من الناس انه جزء من اسقاط الداخليه وجزء من اسقاط نظام مبارك في ثوره يناير هو انه التكتيك اللي طبع فيهم 26 و27 يناير اللي هو اجهاد الداخليه. لازم الداخليه تجهد. انا مش لازم كل يوم يبقى موتي رخيص واعتقالي رخيص واصابتي رخيصه. لازم هو بيسيبني امشي في المسيره بتاعه الجيزه لحد ما اوصل لحد المهندسين، فيقوم ضاربني قتل له 2 3 اعتقل له 100 200 اصاب له 10 20 واروح على كده. لازم يبقى فيه تغيير في التكتيك، لانه ما ينفعش انا كل يوم بموت بالشكل ده. جزء من اللي تبعناه في 26 و27 يناير انه كانت بتنزل مظاهرات صغيره جدا على مدار اليوم، فالداخليه تفضل موجوده طول اليوم في الشارع ما تستريحش على الاطلاق. وده اللي حصل في تونس. وده جزء من اللي حصل ده حصل في مصر 26 و27 يناير. في مظاهرات 50 واحد و100 واحد في اماكن كتير، على طول على مدار اليوم، مش في ساعات محدده، على ما الداخليه توصل ينتقلوا لمكان تاني فينتقلوا لمكان تاني. انا فاكر ان شفت ضباط منهم هشام العراقي مثلا يوم 25 بلبسه هو اللي شفته بيه يوم 28 بلبسه في الشارع وعينيهم محمره، وده كان جزء من اسقاط الداخليه. لازم يجهدوا، لازم يعرفوا حتى لما هيقتلني ان موتي مش سهل. لازم بدل ما انا اروح له عشان يموتني لازم هو يجري ورايا عشان يموتني. لازم نفسه يتقطع عشان يموتني، مش افتح له صدري كده واقول له اقتلني وانا سلميه. يعني هي الفكره انه حتى في فكره السلميه هناك سلميه ايجابيه. يعني في يناير، في 27 يناير انا كنت حاضر اجتماع اسمه اجتماع المولوتوف. ده اللي مواجهه، مش لانه هتواجه بيه، مش انت اللي هتبدا بيه، لا انا مش هخلي موت رخيص، بس وقت ما يتم الاعتداء عليا هقاوم الداخليه بيه. وطالما ما استخدمتش القتل فكل ما هو دون القتل سلميه.